مساء الخير. في سؤال اتسأل كتير، اللي هو الفرق ما بين التوحد الاسبرجرز والاي دي اتش دي. طبعا ده سؤال عميق جدا. انا تخيلت ان كل الناس عارفه الفرق لاني في القناه ما اتكلمتش غير عن الاثنين تقريبا. آم، بس انا هقول انا شخص، انا اتشخصت توحد. فانا يعني هحاول اجيبها من ناحيتي انا عشان اقول الفرق بين اللي انا اعرفه عن الاي دي اتش دي ومن كتر ما انا قريت وكده، وشفت ناس اي دي اتش دي، وطبعا عندي ناس كتير اعرفهم توحد زيي. فيعني انا هقول، وطبعا يا ريت تحطوا تعليقاتكم لو مختلفين متفقين. تمام. اولا صعوبة، يعني التوحد عنده صعوبات معينة هي مش موجودة عند الاي دي اتش دي بنفس الحدة دي. يعني الشخص المتوحد هو شخص بيعاني لانه هو اجتماعيا حاسس ان هو في متاهة. هو حاسس ان هو في متاهة فعلا. هو ممكن يبقى ذكي في العلوم، ممكن يكون عنده بيحفظ حقائق كتير، شاطر جدا في الرياضيات، لكن هو عنده مشكلة مع الاجتماعيات. والاجتماعيات هنا المقصود بيها هو حرفي شوية، حرفي مستواه مش عميق، ومهما مستواه كان عميق فبالنسبة لسنه المفروض يكون أعمق. يعني ما بيعرفش، ممكن جدا في من الحاجات البسيطة اللي هو المتوحد الكلاسيكي اللي هو ما بيعرفش مثلا يفهم وشوش الناس، ما بيبصش في عيونهم. ده الكلاسيكي ده. توقعات المجتمع منه هو مش لاقطها، فطبعا بيتقال عليه جليات، بيتقال عليه ده بيستهبل، ده نرجسي، لانه هو تعبيرات وشه وتعبيرات جسمه فيها اختلاف، فعلا فيها اختلاف. وهو كمان يعني هو كمان شايف الناس كده، هو كمان شايف الناس، يعني مش شايف تعبيراتهم قوي، هو مش شايف او مش شايف نواياهم قوي. ممكن يكون شايف تعبيراتهم بس هو مش شايف نواياهم، مش شايف هما متوقعين منه ايه. ده مثلا بيخليه ممكن هو بيتكلم مش بيديك الدور، مثلا بيتكلم هو وبيتكلم كأنه بيتكلم لوحده. ممكن تقول له انت حاجة تلمح له ما يفهمهاش فعلا. يعني هو شخص منزلش بالمنهج الاجتماعي من الاخر كده، منزلش بيه، فبالتالي الناس بتشوفه غريب فعلا. وده طبعا على درجات، عشان كده بنقول عليه طفل طاحن. اهتماماته منهجية اكتر، اهتماماته منهجية اكتر. بالنسبة للشخص ال ADHD صعوباته الاساسية مش في الاجتماعيات. الشخص ال ADHD هو شخص مش غبي اجتماعيا. ولا لا، ما مقصودش يعني ان احنا كمتوحدين اغبياء، بس يعني اقصد اقول احنا اجتماعيا ما عندناش حاجة اسمها نظرية العقل. انا اتكلمت عن نظرية العقل، لكن نظرية العقل دي هي اهم حاجة. نظرية العقل دي هي بالظبط اللي بتخليك مثلا تكلمني في التليفون ومثلا تواجهني او تقول لي اي حاجه، تقول لي بحبك، تقول لي اي حاجه، انا اعرف ارد عليك بالرد المناسب حسب انت مين وفي السياق المناسب. دي حاجه الناس كلها بتعرف تعملها. متوحدين في الحته دي صفر خالص. تمام. الاي دي اتش دي صراعاتهم الاساسيه مش في كده. الاي دي اتش دي كاضطراب هو صراعه الاساسي في التركيز، في الانتباه، في النسيان، اللي هي بنقول عليها كلها الوظائف التنفيذيه. دي صعوباته الأساسية. هل هو عنده صعوبات اجتماعية؟ أكيد. هل هو صعوباته الاجتماعية زي المتوحد؟ لا. طب إيه الفرق؟ صعوباته الاجتماعية بتاعت ال ADHD مش جاية بسبب إن هو ما عندوش نظرية العقل، ولا هو مثلا مش فاهم الكود الاجتماعي، ما اتولدش بمنهج، لا مش ده. هو عنده بيقدر يفهم كل حاجة، لكن اللي موقفه يمكن اجتماعيا، او اللي مخلي الاجتماعيات عنده صعبة، ان هو مندفع، ان هو متهور فعلا، ان هو بيقاطع في الكلام، بيقاطع في التواصل. فمادام قلنا تواصل، لان التواصل ده لفظي وتواصل جسدي، واللي هو لغة الجسد. تمام. المتوحد عنده الحتة دي واقعة. وطبعا هو طيف، في منهم اللي اللغه عنده مش كويسه خالص، وفي منهم اللي شاطر جدا في اللغه، بس برضه هو مش فاهم المفروض الناس عايزه منه ايه. يعني هو مش فاهم المفروض يعمل ايه دلوقتي، هو مش فاهم المفروض يعمل ايه. دي حته مهمه جدا، دي الحته اللي انا بعاني فيها. انا على طول بقعد اقرا علشان انا نفسي افهم المفروض اعمل ايه، نفسي افهم المفروض اقول ايه. انا حاسه كاني انا طفل ما كبرش الحقيقه والله، ومش بصغر من نفسي. يعني انا عندي 38 باين، ولا انا عارفه كام حاجه كده، يعني في اخر الثلاثينات، وحاسه من جوايا كأن انا حيوان اليف والله.
نفسي حد ياخد باله منه من كتر ما انا مش فاهمه حاجه، حاسه ان العمليه فوضى. بس انا حالتي متاخره شويه لان انا برضو جوزوني يعني مش رموني، بس هم جوزوني، فما طلعتش للعالم، فالعمليه اتكبست اكتر. ال ADHD هو ذكي اجتماعيا الحقيقه، يعني بالعكس ده هو كمان في منهم كتير كوتشنج اكشلي، يعني ذكي اجتماعيا لانه هو فعلا ذكي اجتماعيا. اولا عنده الحته، اولا حساس بشكل مفرط فبيفهم شكل الناس، ممكن يبالغ شويه يفرط في تفسيره لكلام الناس بشكل الناس، لكن هو ماشي في الاتجاه الصح. اللي بيقف عنده هو ان هو بيتشتت، فممكن يجي يكلمك تحس ان انت ده هو مش سامعني اصلا، هو مش سامعني اصلا، ده بيتكلم في حاجه تانية او بص الناحيه التانية عشان عنده فرط حركه. هي دي مشاكله وبتتحل بالدواء. التوحد هي يعني يعني انا كشخص متوحد لو حد سالني تتمني ايه لو ليكي امنيه واحده، والله العظيم والله اقسم بالله هقول اتمنى افهم. اتمنى افهم الشخص ده يعني الناس عايزه ايه دلوقتي في اللحظه دي، وده هو ما يسمى بنظريه العقل. انا بقعد اقرا كتير عن الناس، لكن نظريه العقل مش كده. نظريه العقل هو ان انا ابقى بكلمك بكلم ناس كتير، وقادره اقرا بسرعه بشكل لا واعي ولا ادراكي ده عايز ايه، ده تعب من كلامي، ده وقف، ده مش مهتم بحواري. الكلام ده كله طبعا بيفوتني جامد، مش بيفوتني وانا مش فاهماه فعلا، بفهمه بقى لما حد يقول لي مثلا، او من الافلام او كده، دايما مستغربه يعني. طبعا ده بيخلي الشخص المتوحد برضو عنده مقاومه للمجتمع، لان هو بيبان هو منبوذ من المجتمع، او المجتمع مش فاهمه خالص، المجتمع مستغربه، لان الناس كلها اتولدت عندها الكود المجتمعي، عندها كود اجتماعي. انا ابسط مثال اديته قبل كده هو تخيل لو انت مصري ورحت اليابان وانت ما تعرفش اي حاجه عن اليابان خالص، وهم عندهم بقى ثقافه وبتاع، وانت ماشي بثقافتك المصريه، هتحس ان انت وقعت في مصيبه سودة، صح؟ المتوحد عنده نفس الحاجه دي، هو ما وقعش اصلا بالكود الاجتماعي الانساني، ما عندوش ده، فماشي بمخ منهجي. ودي الحته الثانيه. الاي دي اتش دي مخه عادي، يعني ما نقدرش نقول هو منهجي، بس مخه فيه قوه طبعا، ان هو قوه الابداع. انا بقول كده قوه الابداع، بمعنى انت عندك تفكير منهجي وعندك تفكير ابداعي، انا بسميه ابداعي او تفكير ترابطي زي ما بيقولوا، تمام؟ المتوحد علشان توصل له رساله لازم تكون منهجي، كانك يعني بتوصل له بتشرح له درس بشكل منهجي ومنظم وكده، فاهم ازاي؟ عشان يفهم بتشرح له من الاول، وبتقول له كل الحاجات الصغيره اللي في النص، ما بتفترضش ان هو عارف حاجه فما بتقولهاش. الاي دي اتش دي مش كده، الاي دي اتش دي اسرع، ولانه ما عندوش النقص ده. وبعدين مخه مش بيميل للمنهجيه على قد ما مخه فعلا بيحب الجديد، بيحب الحاجه الجديده، بيحب الحاجه المفاجاه. ودي النقطه الثانيه، المفاجآت. احنا كمتوحدين، انا شخصيا يعني كشخص متوحد، مع اني انا عندي اعراض اي دي اتش دي هقولها، بس انا كشخص متوحد انا اكره المفاجآت. والله مفاجاه حلوه ومفاجاه وحشه، هي بالنسبه لي مفاجاه وحشه، يعني اي حاجه هتعملها فيا ما قلتليش عليها قبلها هتضايق جدا. لاني انا بحب التحضير، وبحب التحضير ده ليه بحب التحضير؟ علشان انا حرفيه جدا، وعلشان انا عايزه اعمل حاجه صح، وعلشان انا عارفه ان انا مش عارفه اي حاجه في اي حاجه، فانا لازم احضر الحاجه من اولها. ده مخ المتوحد، الحياه كلها بالنسبه له صفحه بيضاء، اديني بقى من الاول. مش عارفه دي صعب اشرحها دي، لكن مخ الايدي عشان وده اللي بيخليه يحب النمطيه، او يلجا للنمطيه، يلجا للروتين، يلجا ياكل نفس الاكل، مش شرط يعني، بس انا بدي امثله. يتفرج على نفس الحاجه كذا مره، يعيدها تاني، ولو ان ده موجود في الاي دي اتش دي، بس يعني عايزه اقول حب النمطيه، حاجه صغيره في مامته متعوده هي اللي تجيب له مثلا كوبايه اللبن بالليل، اليوم ده باباه هو اللي جه ينهار. ده يعني انا هنا بدخل في الحته اللي هي توحد قوي يعني، بس الحته دي مظله التوقع موجوده في المتوحدين. هم they do not like surprises and يعني، وده العكس تماما عند الاي دي اتش دي، لان الاي دي اتش دي مخه ما بيستحملش الملل. المتوحدين يقدروا يستحملوا الملل، عندهم القدره. انا عندي القدره ان انا وحشه جدا في الرياضيات، انا وحشه جدا في حاجات كتير قوي، مواد الرياضيات، وكنت بسقط في الكيمياء وعندي كرب يعني، ومع ذلك لغايه دلوقتي عندي الصبر اني اقعد عليهم، احاول اطلع بحاجه منهم. وكنت في المدرسه عندي الصبر ان انا اقعد،
اقعد واحاول اركز في حاجه انا مش فاهماها خالص. والله اقسم بالله انا بابصم لو حد فتح دماغي الحته اللي ليها علاقه بالرياضيات مش هيلاقيها اصلا، يعني مش هيلاقيها فعلا، الرياضيات بالذات. ومع ذلك عندي الصبر اني احاول افهم وخلاص. الاي دي اتش دي ما عندوش الصبر ده، ما عندوش الصبر ده. ودي طبعا مشكله في الايه اللي احنا بنقول عليها بالانجليزي the span of attention، يعني مده التركيز ومده الانتباه. هو ممكن يبقى عايز يركز، عايز ينتبه، عايز يعمل واجب، مخه مش مساعده. مخه بيحب الحاجات القصيره اللي فيها مكافآت واللي فيها تجديد واللي فيها يعني راحه. ما بيقدرش. انا كشخص متوحد مثلا ما بحبش ابدا الحاجات القصيره. يعني انا ما بحبش مثلا ما اقدرش مثلا اقعد على التيك توك بقى والكلام ده، ممكن دماغي تنفجر. ما اقدرش اقعد اتفرج على حاجه قصيره. انا عايزه حاجه طويله عشان اركز عليها. انا عايزه حاجه كده. ما بحبش المقاطعه اللي في النص. وده اكتشفت انا بيتهيألي ان ده موجود في التوحد. لكن هو الاي دي اتش دي مش كده. انا لاحظت ان الاي دي اتش دي العكس، يعني بالعكس ما بيتقوش حاجه طويله. كل الكلام اللي انا بقوله ده بشكل عام، لكن طبعا في exceptions، لان احنا هنا بنتكلم على شخص اغلبنا اللي عنده توحد، يعني عنده اعراض ADHD، ده ان ما كانش عنده اصلا تشخيص ADHD. دي الحته المعقده بقى. بس احنا بنعمل التفرقه دي بشكل اساسي لان التوحد، عشان انا اتسالت كتير قوي بجد وزعلانه بس ان انا اتسالت، بس يلا معلش. التوحد علاجه ايه؟ علاج ايه؟ كل القناه دي برضو وانا بتسال السؤال ده. طب الناس الجداد انا عذراهم، الناس القديمه ازاي بتسالني السؤال ده بقى؟ كل اللي انا عملته ده انا بقيت 3 سنين. يعني التوحد علاجه ايه؟ علاجه ان انت تغير رايك. مفيش علاج. يعني ايه علاج ايه؟ علاج ايه بالظبط في التوحد؟ كل المتوحدين مختلفين، والمتوحدين كلهم عندهم نقص اجتماعي. علاج ايه بالظبط؟ هتديني دواء هبقى مثلا قادر اقرا افكار؟ اكيد لا. يعني مفيش علاج دوائي. انا اسفه ان انا بتريق ده من كتر حزني على نفسي وعلى في حزن ان بعد كل ده وبرده ليه ما في العلاج هو القبول. اذا كنت انا مصممه ان الاي دي اتش دي هو اللي محتاج دواء علاجي، فده علشان الاي دي اتش دي فعلا هو عنده نقص في التركيز فعلا. الشخص عنده كيمياء مختلفه فعلا. وده مش معناه ان المتوحد ما عندوش كيمياء مختلفه، لكن الاي دي اتش دي اضطراب محوره الكيمياء المختلفه دي، اللي هي كيمياء التحفيز، كيمياء الاقدام على الشيء، كيمياء الحركه، وكيمياء اني انا ابدا حاجه واخلصها حتى لو انا مش طايقها. اعرف ابدا وانتهي. دي حته عنده صعبه، اكيد محتاجه دواء. دي ماده الدوبامين والنورابينفرين. انما المتوحد بيقدر عاده يركز في حاجه طويله ويقدر يستحمل الملل. لكن طبعا لو هنتكلم على طفل، كل القواعد اللي انا قلتها دي هتتهدم تماما، لان الطفل المتوحد مختلف. اي طفل عامه متوحد او مش متوحد هو بيبقى طفل عنده مشكله في ان هو يعدل انفعالاته. احنا بنتكلم هنا على اي طفل. الطفل اللي قاعد في الطياره ده مش قادر يمسك نفسه 5 ساعات وعمال يعيط ويصرخ، هو ده طفل مش طبيعي متوحد؟ لا طبعا، ده طفل ما عندوش لسه مخه ما نماش كفايه انه يقدر يتحكم في انفعالاته. ده الطفل، وبعدين بيتحكم في انفعالاته على سن 5 سنين 6 سنين 7 سنين. العمليه بتتحسن. النقص ده موجود عندنا احنا الاثنين، الاي دي اتش دي والتوحد. هما الاثنين عندهم نقص في التحكم في الانفعالات. وده بيظهر لنا ازاي؟ عصبي، سلوكه عصبي، فجأة بقى متضايق جدا واحنا مش عارفين ليه. زعل على حاجة لمدة طويلة ما بيرجعش تاني بسرعة، ده وهو طفل. كل عنده كمان حاجة في التوحد. عندنا حاجة اسمها نقص في التوحد الحاسة الحركية. ودي فيها نقص كبير في التوحد او فيها اختلاف. الاطفال المتوحدين بيبقوا مشيتهم غريبة، بيبقوا في منهم اللي بيتحرك كتير جدا ما بينامش ولا بيتعب، وفي منهم العكس تماما اللي بيخاف حتى يقوم من الكرسي لانه عنده مشاكل في التوازن، وبالنسبة له مجرد ان هو يتحرك بس ولا يطلع على زحليقة كأنه طالع على جبل. بيخاف حتى يقعد على التواليت لان حاسس ان رجله في الهواء كده كأنه هيقع. كل دي مشاكل شكلها بسيط بالنسبه لك، دي مش مشاكل، دي كلها ده نقص موجود فعلا في الحركه، وموجود بشكل مختلف في كل متوحد فعلا.
في منهم اللي ما بيحبيش اصلا يمشي على طول، وفي منهم بيمشي بمشيه غريبه. صح، كل ده موجود في التوحد اللي هي الحته الحركيه. طيب الدكتور بيشوف الحاجات دي طبعا، يقول لك ده طفل عنده ADHD، مش بيركز في المدرسه، ما بيركزش غير على ماده واحده وهي ماده الرياضيات. ليه؟ لانه هو عنده ذكاء تخصصي، هو حابب الرياضيات، مش حاببها، ده هي اصلا داخله جوه دماغه اوتوماتيك من غير ما يفكر. فطبعا ممكن هنا يبان بناء على يعني على الام والاب والمدارس والكلام ده كله، ده طفل عنده ADHD. دي غلطه انا شخصيا وقعت فيها. يعني انا بصيت على ابني كده قلت ده اتشخص غلط، ده ADHD. انا قلت كده ده مش ممكن، ده هيموتنا، ده ADHD اكيد. وبيفكرني بيا وانا صغيره برضه، يعني الكلام الكتير والنط ومش عارفه ايه، ده ADHD. عدت المراهقه من هنا، الولد بان هو اصلا كان عنده برضه حاجات ليها علاقه بالطاحه طبعا، يعني للي يلاحظ. بس ال ADHD كان شكله مغطي. هل هو اتشخص ADHD؟ يعني ما تشخصش ADHD، قالوا هنستنى لان ال ADHD عادة في ناس كتير جدا بيختفي فعلا، بيختفي. ده مجرد طفل وعنده اختلاف، والاختلاف بتاعه ده مدي انطباع ان هو مفرهد طول الوقت ومش مركز. فعشان كده حتة الطفولة دي صعبة. يعني انت ممكن تلاقي طفلك عنده ADHD وهو يطلع متوحد فعلا بس ADHD هيروح. لان الحاسه الحركيه بتكبر، يعني الحاسه الحركيه بتنمو فعلا. ده غير كمان ال ADHD هو نفسه عنده مشاكل في الحاسه الحركيه، مش بيبقوا عارفين يمسكوا القلم ساعات، يكتبوا كويس، وده برضو موجود ساعات في التوحد. فاحنا هنا العمليه صعبه قوي. عشان كده انا عارفه، انا حاسه بالامهات والابات اللي هم الدكاتره عايزين يشخصوا اولادهم ADHD عشان الولد عصبي شويه. طب ما ممكن ما يبقاش ADHD، ممكن يبقى عصبي ومتوحد بس. عصبي ليه بقى؟ ده بحاجات كتير، لان ما حدش فاهم التوحد، لانه هو ما حدش عصبي من البيئه الحسيه اللي حواليه، عصبي لان المدرسه جت لابسه احمر وهو عنده حساس من لون عصبي من اي حاجه انت مش هتتخيلها الا لو انت فاهم التوحد. فاحنا عشان كده انا التشخيصات الكبيره دي لازم نستنى عليها شويه. بس التوحد هو بيبان شويه، يعني بيبان شويه من ناحيه ان الشخص فعلا او الطفل كده ممكن يرد على حاجه تانية، يعني ممكن تقول له حاجه يرد على حاجه تانية، ممكن يتكلم في نفس الموضوع كتير. ودي طبعا الحته اللي برضو بتميزهم. احنا عندنا في التوحد حاجه اسمها مهام ضيقه ومهام متكرره، وفي هوس فيها، هوس حلو. في التوحد هي معروفه بان هي بتبقى الحاجات دي ثابته شويه، ثابته بمعنى موضوع ضيق، narrow interest. يعني ممكن اتكلم عن نفسي مثلا، narrow interest، يعني انا جالي على فكره يعني اهتمامات كتير، بس الاهتمام اللي من اول ما اتولدت كان فيه اي حاجه ليها علاقه بجسم الانسان ومخه وكده. والله العظيم كنت بعمل على جوجل من 6 سنين ليه الناس بتبتسم. يعني انا كنت نفسي، عندي فضول فظيع ان افهم ايه الكائنات دي. فده طبعا كبر علم نفس وكده، لكن انا فضلت فيه. انا فضلت في علم النفس طبعا، في الامراض النفسيه. فهو برضو توسع، بس توسع تحت نفس المظله. لكن ازهق جدا لو حد قاعد يتكلم في حاجه تانية. يعني انا بضطر اعمل ماسكينج لو حد قاعد يتكلم في حاجه تانية. والموضوع ده عمل لي مشاكل، لاني ممكن اقعد اتكلم مع حد في نفس الموضوع فعلا، او اقلب موضوعه لحاجه نفسيه كده يعني. ده المواضيع الضيقه دي اللي هي المتكرره. لكن عند ال ADHD بيجيله حاجه اسمها هايبر فوكس، يعني تركيز مفرط، بس هو بيبقى المواضيع عنده مختلفه. يعني مش شرط تقع كلها تحت نفس المظله خالص، مش شرط، ممكن تبقى مختلفه. ده اللي بيقولوه في الكتب بصراحه. بس انا يعني اللي اقدر اقوله في التوحد، في دايما جدر كده ماشي مع الشخص، في جدر، في حاجه ماسكه كل المهام بتاعته حتى لو اتغيرت، في حاجه، يعني في حاجه واحده كومن دايما. في ال ADHD بحس ان العمليه شويه عشوائيه. يعني اهتماماتهم طبعا جميله وعامله زي التوحد لان فيها هوس وكده، لكن هي ممكن تكون ما بتقعدش وقت طويل وبتتغير بسرعه. انما في التوحد ما بنلاقيش ده قوي، ما عدا طبعا لو الشخص عنده الاثنين. يعني العمليه برضو، العمليه مش قران، ما هي دي الفكره. عشان كده انا كنت متردده اعمل الحلقه دي يعني مش يعني عارفه ان حد هيطلع لي يقول لي يا سلام، طب ما انا ابني عنده الاثنين وعنده كده. ما انا عارفه، اي نو والله، عشان كده هو صعب. في حاجه اسمها
مونوتروبيك اتنشن. ممكن ابقى اعمل لها حلقه مخصوص، انا اسفه عشان ما حضرتش، انا جيت من بره وتعبانه شويه فما حضرتش. مونوتروبيك دي كلمه معناها ايه؟ كانك بتبص نظره نفقيه في حاجه. هما لاحظوا ان المتوحد ده زمان يعني كل حاجه بيعملها نفقيه، الاهتمامات بتاعته ضيقه جدا، متكرره، نمطيه، مفيش غيرها. يقدر يحط انتباهه على حاجه لمده طويله جدا، يعني الحاجه دي هو يعني من ضمن اهتماماته، لدرجه ان هو فعلا ما يعرفش يوقف الهوس ده، ما يعرفش. المونوتروبيك تريت دي، الصفه دي برضو بتخليه، هي نفس الصفه اللي بتخليه شويه عنده صلابه. يعني لو حاجه مشيت غلط في اليوم، ولو انها الحاجه دي ما توقع يعني ما تزعلش حد تاني، ممكن تخليه يتقهر، تخليه يتقهر ويفقد يعني اعصابه ممكن. هي نفس الحاجه برضو اللي بتخليه ممكن مثلا هو بيكلم شخص مش عارف يحط تركيزه على الشخص وكلام الشخص ووش الشخص، وكمان يقدر ياخد ويدي في الكلام، فبيقع في خطأ اسمه المونولوج. يقع يعني يقدر يقعد يتكلم وغالبا هيتكلم عن الحاجه اللي هو بيحبها، واللي قدامه في حته تانية، وهو مش متابع، مش عارف ياخد ويدي، مش عارف ياخد الطفل ده، مش عارف ياخد ادوار، مش عارف، عنده صعوبه شويه. المونوتروبيزم ده يعني انا ليه قوه وليه ضعف، لان ده اللي بيخلي، ده اللي خلاني مثلا انا اتهوست مثلا بموضوع معين دلوقتي، انا بقالي كتير طبعا. بس كمان هو بيخلي فيه صلابه، لان الموضوع لازم يمشي زي ما انا عايز، ولو حاجه صغيره، وبيخاف، بيترعب لو هو دخل على حاجه جديده، ده اللي كمان بيخليه يترعب من التغيير. دي حته مهمه جدا، ده اللي بيخلينا احنا ما بنحبش المفاجآت ولا بنحب التغيير. حضرني قبلها بكتير، يعني حتى لو زياره، حتى انا عايزه اتحضر، معلش مش عايزه ترمي جوه مفاجاه كده، لازم اتحضر. ده كله جاي من النظره او من المنطقه في المخ اللي جاي منها تصرفات كلها نفقيه الطابع، يعني كلها كده ايه، الدنيا سودة ودي الحته اللي انا باص فيها. وده مهم نعرفه، لان ده اللي بيخلينا بعد كده نعلم الطفل ده ان هو مثلا يشوف الوسطيه في الامور، ما يشوفش لان ده طبعا بيوقعنا في مشاكل كتير. يعني انت ممكن يبقى في بلاوي عماله تحصل في حياتك وانت مركز في حاجه، مشكله حصلت بينك وبين صديق ومركز فيه لان هو عمل كده، يعني باصص على نقطه في بحر وعمال تغرق فيه عشان باصص على النقطه، انت مش عارف اصلا انك في بحر، اللي هي بيقولوا عليها بالانجليزي seeing the tree for the forest، mistaking the forest for a tree. يعني انت باصص حاسه انا قلتها غلط، انا بص على الشجره، انا اسفه صلحوني بقى، الانجليزي ضرب، اللي هو باصص على شجره ومتخيل ان الشجره دي هي فورست كامله، هي غابه كامله، وده مش حقيقي. فطبعا المونوتروبيزم ده مش موجود في ال ADHD. ال ADHD العكس، ال ADHD وده كمان اللي بيخلي المتوحد ما بيعرفش يعمل مالتي تاسكينج، ما بيعرفش يعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لانه هو حاطط تركيز تقيل قوي في حاجه واحده. ده بشكل عام يعني، لانه ممكن يتعلم، بس يعني هم ال ADHD مش كده، ال ADHD بالعكس اديهم اكتر، يحبوا قوي، مع ان برضو بيتعبوا من المالتي تاسكينج، بس ما عندهمش التركيز الطويل في حاجه واحده، وكبيرهم يعني يقعدوا اسبوع فيها وبعدين هيزهقوا ويدخلوا في موضوع تاني. ده فرق طبعا مهم. وهم كمان ADHD ده اكيد، هو ال ADHD اذكياء اجتماعيا، انا مش عارفه اقولها ازاي دي. انا شخصيا يعني انا مستحيل ما اطلبش مساعده حد، ده انا مفيش حاجه فاهماها من الناس، انا عندي مشكله مع الناس رهيبه. anyway، انما ال ADHD كتير بحس ان هم لقطوا حاجات كده فاتتنا انا. هم شاطرين جدا كان عشان عندهم حساسيه مفرطه، فبيعرفوا يقروا بسرعه اللي بيحصل. طبعا ده لو عالجناهم من التشتت يعني. علشان كده بنقول ان المتوحدين بيحبوا المنهجيه وبيحبوا الحاجه تبقى ممنهجه، اما ال ADHD فبيفضلوا المفاجاه. وفي حد هنا ممكن يقول لي مثلا طب ما ال ADHD عندهم هوس، بدليل ان انا ابني بيقعد على الفيديو جيم مثلا
ممكن يقعد 5 ممكن يقعد اليوم كله اصلا وما يقومش، معنى كده انه عنده تركيز نفقي لا. هو قاعد على ايه؟ هل هو قاعد مثلا ايه هو الاهتمام بتاعه؟ الاهتمام بتاع الاي دي اتش دي دايما هيقع تحت المتع اللي هي بتدي دوبامين، مش المتعه التعليميه مثلا. ممكن، بس يعني بنشوف دايما اطفال اي دي اتش دي هو الطفل اللي هو على طول بيلعب مثلا، على طول بيلعب، على طول عمال يلعب يلعب يلعب. هو واخد تركيزه كله، بس هل هو الطفل ده قادر ان هو مثلا يقعد على الواجب ولو حتى ربع ساعه؟ عنده مشكله في دي، مش عارف حتى يقعد على الواجب. وده نفس الشخص الكبير اللي هو ايه، بيعمل شاطر جدا في شغله ومش عارف حتى يقوم يتوضى ويصلي. مش عارف حتى يقوم نفسه عشان يشيل الزباله، مش عارف يرتب اوضته، مش عارف يبدا حتى منين، كانه عصلج عمال كل شويه يعمل تسويف. دي كلها المشاكل بتاعه الاي دي اتش دي. هل المشاكل دي مش موجوده في التوحد؟ موجود في التوحد مشاكل في المهام التنفيذيه، لان الاضطرابين مشتركين في المهام التنفيذيه فيها ضعف. لكن انا خلاص حددت اختلاف التركيز والكلام ده كله حددته. لكن التوحد ملوش دواء، يعني هو ملوش دواء الا لو التوحد جه معاه اي دي اتش دي. يعني الشخص المتوحد هو نفسه ده لا، بيجيله برضه وقت مش عارف يركز خالص وفي كل حاجه العمليه وقعت حياته. يعني انا ممكن مثلا لو حد اداني الرياضيات دلوقتي ده مستحيل اركز فيها، انت لو اجبرتني دلوقتي اركز في كيمياء هركز، والله ممكن اركز مع اني بكرهها صعبه عليا، بس ممكن اركز. اقدر اصبر. دي حاجه موجوده في المتوحدين. لكن لو اديتني مثلا في الرياضيات اللي هي ما عنديش فيها اي اهتمام، ولا كانك بتديني صيني، تركيزي طبعا مش هيقعد كتير يعني. فاحنا ممكن نشوف طفل مش مركز ونقول عليه اي دي اتش دي، ما نحكمش بسرعه، دي لازم نعيش معاه ونعاشره. بس هو عامه التوحد هو فيه نمطيه وفيه تكرار وفي كده عدم فهم ساعات للهزار، او هزار او كلام بطريقه مختلفه شويه. ممكن يكون بيتكلم كانه مؤدي، ممكن صوته عالي شويه، صوته رفيع شويه، يتكلم صوت واطي قوي، مش شرط بس ممكن. انا بامانه بحاول بس اعمل فيديو عشان يفيد الناس، بس هو في الواقع هو صعب. يعني انا افضل ان حد لو مشكك في ابنه او كده يكلمني انا شخصيا، يعني عشان هو ان انا ادي فيديو كده مستحيل. هو دي صعوبه التوحد، ان هو طيف. الاي دي اتش دي مش طيف، لكن هما بيظهروا مع بعض كتير. طبعا الاي دي اتش دي مهم جدا تشخيصه، لان هو محتاج دواء. التوحد ملوش دواء، لكن هو ليه تعامل معين وفهم. وطبعا لو الشخص ده متوحد وعنده حاجات تانية، يعني متوحد مثلا وعنده هلع، متوحد وعنده توتر من الناس طبيعي، متوحد وعنده صدمة، اكيد طبعا بيبقى هنا العلاج دوائي وكمان علاج نفسي. سو احنا ممكن نقول مثلا التوحد هو شخص نفسه في منهج يمشي عليه. يعني انا بالنسبه لي بحلم بالحاجات، بحلم ان في منهج يقول لي اعمل ايه في الحياه كلها ومع الناس كل حاجه، يعني ويبقى التعليمات واضحه فيه كده، وانا امشي واخد سكه ويقول لي ازاي ارد وازاي كمان اتفاعل لو حد غضب، اتفاعل لو حد مبسوط، اتفاعل صح، يعني عشان انا عايزه اعمل كل حاجه صح. دي امنيه حياتي فعلا، يعني دي يمكن دي امنيه حياتي ومش هتحصل انا عارفه. بس الاي دي اتش دي دي مشكله المتوحدين اساسيا، ان هو نفسه في تعليمات لو بنتكلم على واحد اوتيستيك بس. لكن الاي دي اتش دي يعني المتوحد نفسه في تعليمات يفهمها وازاي يمشي عليها، ازاي حتى يتجاوب لما يلاقي حد قدامه غضبان وهو مش فاهم هو غضبان ليه. نفسه يفهم هو غضبان ليه وازاي يتفاعل. ازمه طبعا لو انت تحط كل ده على تفاصيل الحياه اليوميه. انما الاي دي اتش دي مشكلته الاساسيه مش دي. هو دايما مشكله الاي دي اتش الاساسيه اللي بيقولوها كل اللي عندهم اي دي اتش دي، انا عارف انا المفروض اعمل ايه، بس انا مش عارف ليه مش عارف اعمله. انا عارف المفروض اعمل ايه، بس انا مش عارف انفذ. وكمان بيبقى فاهم الكالتشر، بيبقى فاهم ثقافه المجتمع وكده. المتوحد دايما مختلف في الحته دي، يعني ثقافه المجتمع دي حاجه انا على طول بدرسها، انا على طول حاسه انها مختلفه اهو، ومش بفهم مثلا ليه الناس بتتضايق او ليه الناس فرحانه بحاجه. يعني في دايما انا حاسه في حاجه كأن هما بيتكلموا لغه انا مش محتاجه افهم اللغه دي ايه.
يعني ده انا وانا كبرت كمان، انا ما خدتش اي مساعده على فكره بالمناسبه، انا اتشخصت قريب. فطبعا ما بالك لو حد متوحد. يعني انا ابني بديله مساعده كتير، وهو بديله مساعده كتير جدا، يعني كل ما اديله مساعده اتحسر على نفسي، اقول يا ريت حد عمل معانا كده. بس الحمد لله على كل شيء. الاثنين عامه فيهم قوه. الفرق بس ان الاي دي اتش لازم يتشخص صح عشان ياخد ادويه، والتوحد لازم يتشخص صح عشان الشخص يعرف هو ليه حاسس انه غريب قوي كده. ان هو مش متخلف ولا حاجه، هو غريب عشان هو منهجي وعشان هو متوحد.